جاز عليك نهار وحسيت فيه بالاحباط كي شفت ناس واحد اخرين يحققوا في النجاحات وانت ما زلت في بدايه تاعك، ولا سبق لك وشفت واحد ناجح وحسيت روحك متاخر، ولا جربت تخدم على بزاف حوايج في نفس الوقت وما وصلتش لحتى نتيجه؟ كاع حسينا هذا الاحساس من قبل في البدايه، ماكش وحدك. اليوم في هذا الفيديو راح نشارك معكم زوج حقائق اذا فهمتوهم مليح يقدروا يبدلوا حياتكم. لكن قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا الجيم على الفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وهذا يحفزني باش نستمر في هذه الفيديوهات. الحقيقه الاولى: لا تنظر في حصاد الاخرين وانت لا تزال تزرع. انت الان في مرحله الزرع والتعب والسهر والتعلم والفشل، وتجرب مره بعد مره. اما الناس اللي تشوفهم ناجحين راك تشوف غير الحصاد تاعهم، يعني راك تشوف نتائج فقط. ما كاش واحد يوري لك شحال سهر ولا شحال تعب قبل ما يوصل ولا شحال طاح وناض. تخيل معايا انت تزرع بذره في الحديقه تاعك وفجاه تشوف جاركم يحصد فيه ثمار شجره كبيره. هل هذا يعني انك انت فاشل؟ طبعا لا. كل واحد عنده الوقت تاعو والرحله تاعو والتجربه تاعو. علاه المقارنه مضره؟ لانها تجعلك تشعر بالنقص وتسرق لك طاقتك وتنقص الثقه في نفسك وتشتت تركيزك. الحل: ركز على البذره تاعك، اسقيها وتعب عليها واصبر وتعلم. الحصاد تاعك جاي بصح لازم تزرع قبل. تذكر دائما المقارنه تسرق الفرح وتقتل التركيز. الحقيقه الثانيه: ركز في مجال واحد لمده 6 اشهر. السر الكبير هو التركيز، ماشي تبدا التصميم والبرمجه والتسويق والكتابه كامل في نفس الوقت، هذا تشتت. اختر مجال واحد فقط واعطيه قلبك ووقتك وجهدك لمده 6 اشهر، اما تصميم او تسويق او كتابه او قناه يوتيوب او برمجه او شيء اخر. يكون المجال اللي تحس فيه بالشغف ولا انت تحبه، ركز عليه. ما تشتتش نفسك، ما تبدلش مجال جديد قبل ما تعطي هذا المجال فرصه حقيقيه. 6 شهور من الالتزام والجديه يمكن ان تضعك في مكان لا تتخيله اليوم. على 6 شهور؟ لانها مده كافيه باش تبدا تشوف نتائج وتبني مهاره وثقه في نفسك. كيف تبدا؟ اختر مجال يعجبك ولا تحبه ولا عندك شغف فيه، مثل الكتابه ولا التصوير ولا رياده الاعمال. ثانيا: ضع خطه يوميه، خصص ساعه ولا ساعتين في النهار للتعلم والممارسه. ثالثا: تجنب التشتت، اغلق اشعارات، اغلق اي حاجه، ركز في حاجه وقل لا للحوايج اللي ما تفيدكش. مثال: اذا اخترت البرمجه مثلا تعلم بايثون، ركز فيها لمده 6 اشهر. التركيز هو مفتاح الاتقان. الخلاصه: اجمع بين هذه الحقيقتين، حبس المقارنه، ما تقارنش روحك بحتى واحد. ثانيا: ركز في مجال واحد لمده 6 اشهر وما تنتقلش من مجال لاخر كل اسبوع. ما تشوفش في النجاح الاخرين، ازرع بذره تاعك وامشي في طريقك. تحدي الان: اختر مجال واحد وابدا العد التنازلي من الان حتى نهايه 2025. تعلم حاجه تفيدك وطور فيها مليح. تخيل نفسك بعد 6 اشهر اكثر مهاره واكثر ثقه، وصدقني النتائج راح تبهر. ابدا التحدي من اليوم، بالك 6 شهور على نهايه 2025 وبدايه 2026. كان الفيديو قصير وخفيف باش نذكركم بهذه الحقيقتين اللي سبق وهدرت عليها في فيديوهات سابقه في قناتي مثل هذا الفيديو. اذا عجبتكم مثل هذه الفيديوهات القصيره ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه للمزيد من النصائح كما هذه، وكتبوا لنا في التعليقات واش هو المجال اللي راح تركزوا عليه في 6 شهور الجايه. شاركونا اهدافكم وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.